في واحد من المدارس المغربية كان كيقرا فرعون تلميذ واعر، ولكن عنده واحد المشكل كبير، واللي هو انه ما كانش كيقدر يركز اكثر من 15 دقيقة، ومن بعدها يبدا يحس بالملل والعيا. فقرر انه يطور من راسه ويحط واحد الخطة واعرة، ومن بعد شهر فقط فرعون ولا كيقدر يركز اكثر من 4 ديال السوايع متواصلين. كيفاش دار ليها واشنا هي الطريقة اللي تبع هادشي بالضبط اللي غنعرفه في هذا الفيديو. بصراحه انا اللي صدمني اكثر هو الشونجمون ديال فرعون دار واحد لو شونجمون كبير مقارنه بالدراري كاملين. علاش؟ لان فرعون كان هو الروفيكس ديالهم، بالعكس دابا غادي يولي هو الديسيبليني فيهم، هو اللي كيجي بكري، هو اللي كيجي في الوقت. أول خطوة 5 دقائق يوميا. فرعون كان كيقرا لمدة 15 دقيقة، ومن بعد كيبدا التركيز ديالو ينزل. هاد ربع ساعة هي فترة التركيز الذهبية ديال فرعون، وكل واحد منا عنده الفترة الذهبية ديالو. مثلا برقل كيقرا لمدة ساعة بتركيز، سيمو ساعتين، وحتى انت عندك المدة الذهبية ديالك، وانت وكل واحد في هاد الكوكب. فأول حاجة خاصك ديرها هي أنك تعرف المدة الذهبية ديالك. بكل بساطة حط الكرونو وبدا تقرا. من تحس بالملل غتكون هذيك هي الفترة الذهبية الخاصة بيك، وخلينا نفترضوا انها نص ساعة. اذا في النهار الاول ديالك قرا لمدة نص ساعة وارتاح شوية، وقرا نص ساعة وارتاح، وبقى مستمر على هاد الوضعية. ومن بعد شنو خاصني ندير دابا؟ وفي كل نهار جديد زيد 5 دقائق على الفترة الذهبية ديالك، غير 5 ديال الدقائق. العقل ديالك ما غاديش يلاحظ هاد الزيادة الصغيرة، وغادي يتعود عليها بشكل تدريجي، وغير بشوية بشوية. ومن بعد شهر واحد فقط شحال كتوقع انه غتولي الفترة الذهبية؟ تخيل معايا 3 ديال السوايع، وهادشي غير بانك تزيد 5 دقائق كل نهار. فكل حاجة كتجيب الاستمرارية والزيادة الصغيرة. جرب هاد الطريقة من اليوم وغتشوف الفرق. حين وصلنا إلى مكتب الممرضة سألتني عدة من الأسئلة. الخطوة الثانية ما تنوضش من بلاصتك. كفا في هذا المخطط اللي كتشوف قدامك كاينين 2 ديال الأعمدة. العمود هنا كيمثل الطاقة على الجلوس، اما الخط الافقي فهي الفترة اللي انت جالس فيها. خلينا نفترضوا اننا بدينا القراية من دابا، والتركيز ديالنا غادي وكيزيد. هنا نضنا باش نستريحوا، وبدات الطاقة ديالنا كتهبط. فإلا درنا استراحة قصيرة غادي تبقى الطاقة ديالنا مزيانة من غنرجعوا نقراو. اما إلا استرحتي لوقت طويل غترجع الطاقة ديالك للصفر، وغيولي صعيب عليك ترجع تقرا بنفس التركيز. اذا كيفاش غتفادى هاد المشكلة؟ الحل هو انك تقلل من عدد المرات اللي كتنوض فيهم. داكشي علاش حاول انك تحط اي حاجة اللي عارف راسك غتحتاجها، بحال الكتوبة، الوراق، كاس ديال القهوة، تقيوتات، يا دجاج محمر، يا السفة، يا ديسير، يا حتى ديك الثلاجة اللي كل مرة كتطلع عليها، يا حتى هي جيبها حداك. واش غنبقاو حنا كل شوية نطلعوا على الثلاجة؟ راه فيها غير مطيشه منويه، يا والبوماده الصفراء. يا ودي عقلينا بكري. ومين تنوض ترتاح من الاحسن انك تحدد واحد المنبه على 5 ديال الدقائق، والاغلبيه ديال تطبيقات البومودورو فيها هاد لوبسيون. اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ الخطوة الثالثة قرا معايا. خلينا نفترضوا ان هذا هو انت، والمونتاج بدل التصويره، ودير شي تصويره زينه بحال المشاهدين ديالنا تبارك الله. دابا مزيان حاط لينا قرد. خلينا نفترضوا ان هذا انت. بالنسبه ليك امتى كتشهى الماكله اكثر؟ واش مين كتكون بوحدك ولا مين كتشوف شي واحد اخر كياكل؟ بطبيعه الحال الثانيه. ونفس الحاجه كتنطبق على القرايه، وهذا الشيء اللي كنسميوه بالعدوى الايجابيه. ومن حسن الحظ ان اليوتيوب عامر بالفيديوهات ديال ادرس معي ولا ستادي وذ مي، اللي كيكون فيها شخص كيقرا وغالبا كيقسم وقته باستخدام البومودورو، واللي غتلقاني دويت عليها في الفيديو ديال الحبيب. كتلخيص لهذا الفيديو زيد 5 دقائق على الفترة الذهبية ديالك. ما تنوضش من بلاصتك بزاف، جرب تقرا مع شخص اخر وما تخافش من العدوى. دابا عرفتي كيفاش كيقرا فرعون، وإلا باغي تعرف الطرق الفعالة اللي كيقرا بها الحبيب واللي كيجيب بهم نقط مفرقعين، تفرج في هذا الفيديو. المهم كتقرا ولا الله وليتي كتقرا؟ ما عندكش مزيان ما عندكش مع القرايه، ولكن دابا وليتي كتقرا. دابا انت قراي ياك ناضي.